السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. مطبخ رودي عزومة مراكبية بيحييكم وبتمنى لكم كل خير، وأيامكم كلها خير وسعادة عليكم وعلى أولادكم إن شاء الله. أتمنى كمان إن انتوا تكونوا بتشوفوا فيديوهاتي، ولو سمحتوا دعموني. يعني عشان أنا خلاص قربت يعني امل، ما عنديش امل ان انتوا بتدعموني، ما مش بتدعموني، مع ان انا بعمل اكلات بسيطة وعلى قد الايد وربنا يسهل. فلو سمحتوا دعموني. هنقدم النهارده ايه؟ هنكلمكم على ايه النهارده؟ هنقدم عندنا اكلة حلوة قوي، بسيطة وسهلة ومش هتاخد مننا وقت، وممكن نعمل جنبها طبق مكرونة، ممكن نعمل جنبها طبق رز. عايزين نغمسها كده بالعيش، نعمل جنبها طبق سلطة. يعني في كل الحالات هي أكلة حلوة. نكلمكم بقى كده على مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو من الأجنحة، غسلينه غسلة حلوة ونقعينه في خل وليمون زي ما انتم شايفين كده، غسلينه كويس. معانا هنا حوالي 4 بصلات كبار مقطعينها تقطيعة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. معانا حوالي 5 6 فصوص، سوري 5 6 قرون من الفلفل الأخضر، 2 حراقين والباقي باردين. معانا كمان حوالي 4 قطيات مقطعينهم أي تقطيعة انتوا تحبوها عشان نطعم بيها الأكلة بتاعتنا. هنستعمل بهارات ايه؟ هنستعمل ملح وفلفل فقط لا غير. بصوا الاكله بسيطه خالص ازاي. يلا معايا بقى على البوتاجاز نشوف كده احنا هنعمل ايه ونقدم اكلتنا ازاي، وهتبقى في منتهى الجمال، هتحبوها قوي. يلا معايا بقى على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا، حطينا صينيه على البوتاجاز وحطينا كميه من الزيت مش كتير، عشان طبعا الفراخ هتستوي مع نفسها، فهتنزل الدهون بتاعتها والعصارة بتاعتها. يعني احنا مش عايزين زيت كتير، احنا يا دوبك هنشوح البصل. هنبتدي نحط البصل بتاعنا، هناخده تشويحة هو والفلفل قبل ما نحط الفراخ بتاعتنا. يعني هناخده تشويحة كده. الأول بنحط البصل لمدة 5 دقايق. زي ما انتم شايفين كده بناتنا، شوحنا البصل بتاعنا شوية زي ما قلت لكم لمدة 5 دقايق. وزي ما قلت لكم كمان مش هنستعمل الا ملح وفلفل بس، فلفل اسمر طبعا. في المرحلة دي هنبتدي نحط الفلفل بتاعنا عشان كمان ياخد تشويحة. لسه ما حطيناش اي ملح ولا اي فلفل. زي ما قلت لكم ممكن تتغمس بالعيش، هتبقى حلوة قوي. ممكن تتعمل سوري، ما تتعملش سندوتشات، تتغمس. زي ما انتم شايفين كده الفلفل ريحته طلعت. اللي مش حابب يحط فلفل خلاص ما يحطش، براحته يعني. هنبتدي بقى نحط الفراخ بتاعتنا. الاول هنحط الملح والفلفل قبل الفراخ ونقلب تقليبه، وبعد كده نحط الفراخ بتاعتنا. شايفين كده بناتنا حطينا الفلفل الاسمر وحطينا كمان الملح اهو. هنقلب بقى تقليبه وبعدين نبتدي نحط الفراخ بتاعتنا. هنبتدي بقى نحط الفراخ الجوانح ديت. شايفين كده هنقلبها بقى تقليبه ونوطي ونسيبها مع نفسها بقى. يعني هنقلبها تقليبه كده ونوطي البوتاجاز شويه ونسيبها مع نفسها تستوي في البصل بتاعها وفي الفلفل الجميل. بصوا الالوان جميله ازاي. اكله هتبقى في منتهى الجمال ان شاء الله. بصوا الاكله في منتهى الجمال جدا جدا، هتعجبكم قوي. كانت والدتي الله يرحمها هي اللي بتعملها. هنبتدي طبعا مرحله القوطه دي في الاخر خالص، بعد ما نحس ان الفراخ استوت، بعد نص ساعه من المرحله اللي احنا خلصناها دي. هنسيبكم بقى شويه كده لغايه الفراخ ما تستوي ونرجع لكم تاني.
تعالوا يلا نبص على الفراخ بتاعتنا كده. الله الله الله. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده نزلت العصارة بتاعتها، وبترجع نسيبها برضو على نار هادية لغاية ما تشرب العصارة بتاعتها دي وتاخد من طعم الفلفل والبصل. مش هنيجي جنبها، شكلها جميل قوي ويفتح النفس. هنسيبها برضو ونغطي عليها ونسيبها، واما تستوي بقى ان شاء الله هنشوف هنعمل فيها ايه. لسه ما حطيناش الطماطم لغايه دلوقتي لانها لسه ما استوتش. زي ما قلت لكم بعد نص ساعه نبتدي نحط الطماطم بتاعتنا. هنسيبها بقى وعند مرحله الطماطم نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا بناتنا. خلاص الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده استوت. هنبتدي بقى نحط الطماطم بتاعتنا. مش هنسيبها كتير، يا دوبك كده 5 دقايق وبعد كده ننزلها ونغرفها ونشوف هنغرفها ازاي ونقدمها ازاي. وزي ما انتم شايفين كده بناتنا الاكله بتاعتنا خلاص خلصت. قد ايه شكلها جميل، جميله جدا. هنبتدي ان احنا نكسر اللون ده ونحط عليها كده شويه بقدونس كده عشان نخلي الاكله بتاعتنا في منتهى الجمال. على الاطراف كمان زي ما انتم شايفين كده. مش هنكتر عشان نشوف الجمال اللي احنا عاملينه ده. بصوا اكله بسيطه في منتهى الجمال. عملت لنا طبق حلو من كيلو اجنحه. هنعمل جنبها بقى طبق رز بشعريه، طبق مكرونه، طبق سلطه. هتبقى اكله في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين النهارده ده كان طبقنا اللي هو الاجنحه بالبصل. حلو قوي، هيعجبكم والله هيعجبكم. بحييكم وشكرا ليكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير. وده النهارده كان غدانا من مطبخ رودي عزومه مراكبيه. واشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله.